لو فكرت في ألمانيا أول حاجة هتيجي في بالك هي العربيات الفخمة والكورة، صح؟ بس استنى شوية. البلد دي مش بس كده، دي فيها جمال طبيعي يخطف قلبك وفي نفس الوقت أماكن ما تحبش تعدي حتى من قدامها. خلينا نعمل مع بعض جولة في ألمانيا ونعرف أجمل وأسوأ الأماكن اللي هتشوفها. حضر شنطتك ويلا بينا. خلينا نديك شوية معلومات مهمة عن ألمانيا. ألمانيا دلوقتي عدد سكانها حوالي 84 مليون نسمة، وده بيخليها واحدة من أكتر الدول اكتظاظا بالسكان في أوروبا. البلد دي مساحتها حوالي 357 كيلو متر مربع، وده بيخليها من أكبر الدول الأوروبية من حيث المساحة. البلد دي متنوعة جدا من حيث التضاريس، من جبال في الجنوب لأنهار والغابات في باقي أنحاء البلد. أول ما تنزل في ألمانيا احتمال كبير أول مكان تشوفه هو مطار ميونخ. المطار ده بيعتبر من أجمل وأكتر المطارات تطويرا في العالم، في كل حاجة ممكن تتخيلها من أماكن للراحة للمطاعم والمحلات اللي تخليك تحس إنك في مول مش في مطار. بس خلي بالك ما تقعدش تتفسح جوه كتير وتنسى إنك لازم تخرج وتشوف البلد. مدينة هايدلبورج من أكتر الأماكن اللي بتحسسك بالرومانسية والجمال الطبيعي. المدينة دي مليانة بالمباني القديمة والجسور على نهر نيكارا، وحصان هايدلبورج اللي واقف في وسط الجبال وبيطل على المدينة زي الحارس. يا سلام لو تاخد جولة هناك وانت ماسك الكاميرا عشان توثق كل لحظة. حي نيو كولن في برلين مش من الأماكن اللي تحب تزورها قوي. الحي ده مليان مشاكل اجتماعية وسرقة وممكن تحس إنك في منطقة مش آمنة، رغم إن برلين مدينة كبيرة وجميلة، لأن الحي ده من الأماكن اللي الناس بتقول إنها لازم تتجنبها خصوصا بالليل. الغابة السوداء هي واحدة من أجمل المناطق الطبيعية في ألمانيا. المنطقة دي مليانة بأشجار ضخمة وأنهار وشلالات، تقدر تاخد جولة في وسط الطبيعة وتنسى كل همومك. لو فكرت تركب قطر من محطة فرانكفورت الرئيسية خلي بالك إن دي واحدة من أكتر المحطات زحمة ومليانة ناس مش دايما بتكون لطيفة. المنطقة حواليها مشاكل اجتماعية وتجار مخدرات، فممكن تحس إنك عايز تخلص بسرعة وتخرج من المكان ده على طول. القصر ده كان في فيلم ديزني، هو نوشفانشتاين. القصر ده اللي ألهم والت ديزاين نفسه. القصر ده مبني على جبل وبيطل على منظر طبيعي خيالي، أي حد بيروح هناك بيحس إنه في عالم خرافي. لو بتحب التاريخ والأصول المكان ده مش هينفع تفوته. رغم إن سانت باولو مشهورة بحياتها الليلية إلا إن المناطق دي مليانة فوضى وتلوث بشكل كبير. الزحمة هناك مش طبيعية، وأماكن ممكن تلاقي ناس بتعمل حاجات مش قانونية كتير، فمش كل الناس بتحب الأجواء دي. فلو بتدور على مكان هادي خليك بعيد عن المناطق دي. روسنبورغ مدينة صغيرة لكن تحفة معمارية. الشوارع الضيقة والمباني القديمة بتحسسك إنك رجعت للعصور الوسطى، بتديك شعور بالراحة والهدوء. المشي في الشوارع المدينة بيخليك أكنك في جولة عبر الزمن. تحفة فنية مش مكان عادي يعني. زي ما في أمستردام الشارع الأحمر، في كمان في هامبورغ شارع مشابه ليه باسم ريبر بان. الشارع ده مليان حنانات وأماكن غير قانونية، ومش بيكون مناسب لكل الناس، وهو مشهور وسط الشباب اللي بيدوروا على المغامرات. بس يا ريت ما تدخلش لو انت مش عارف انت داخل على ايه. ألمانيا بلد مليانة تنوع رهيب، من جمال طبيعي للمدن اللي بتحسسك إنك عايش في فيلم تاريخي. بس زي أي مكان تاني في مناطق لازم تبعد عنها عشان تفضل في أمان وتستمتع بتجربتك. يلا جهز تذكرتك وشوف الجمال بنفسك، بس خليك حريص وانت بتختار الأماكن اللي لازم تزورها. شكرا ليك.